ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل نوعين حلويات من غير سكر او بنسميها حلويات الطاقة. المقادير بتاعتنا: كوبايتين بلح، ونص كوباية مكسرات مشكلة، ونص كوباية زبيب، وكوباية سمسم، كوباية شوفان، كوباية سوداني، ومعاهم للتزيين جوز هند وشوكليت وبندق. للنوع الأول نص كوباية سمسم على نار هادية، وقلبيها باستمرار كده لحد ما تتحمص وتاخد لون ذهبي جميل. نزليها وشيليها من الطاسة علشان السخونة بتاع الطاسة ما تزودش السوا بتاعه. ده أول حاجة. بعد كده معلقة زبدة كبيرة هنحطها على النار، وهنحط معاها نص كوباية مكسرات مشكلة. أنا حطيت بندق على كاجو على عين جمل على حبة فستق صغيرين، وقلبتهم حوالي دقيقة على النار. بعد كده هتحطي عليهم كوباية بلح، طبعا شايلين النوى بتاعهم، وهتقلبيها بقى مع المكسرات والزبدة كده حوالي دقيقتين 3. اضغطي عليها جامد كده علشان البلح يتمزج بالمكسرات ويبقى دايب كده، يبقى طري خالص البلح. خلصنا لحد كده. انا حطيت رشة قرفة بس ما تصورتش. بعد كده على كيس نايلون كده بالفرشة احط زيت، واعمل اسطوانة من البلح، واحط من السمسم اللي حمصناه، اقلب فيه البلح بالطريقة دي، وهقفل بقى على الرولة دي وادخلها الفريزر لمدة ساعة. كده النوع الاول خلص. لما تطلع هتقطعيه بس خلاص، سهل جدا. للنوع التاني بقى كوباية من الشوفان هنحمصها على نار هادية الاول، وبعدين ننزلها، ومكانها هنحمص كوباية فول سوداني على نار هادية برضو خالص، وتقلبي باستمرار لحد الفول ما يتحمص. تنزليه يبرد شوية، ما تحطوش في الكبة وهو سخن قوي. هننزله يبرد شوية، بعدين هنحطه في الكبة. هيتضرب في الكبة حوالي 5 دقايق لحد ما يبقى زي زبدة الفول السوداني بالشكل ده. وصلنا للمرحلة دي هنحط عليها كوباية بلح، شايلين طبعا النوى، وهنضربهم مع بعض لحد ما يبقى بالشكل ده. هنجيب بقى الشوفان اللي حمصناه، معاه نص كوباية زبيب، معاه البلح والفول السوداني اللي ضربناهم في الخلاط، ونعجنهم كويس قوي. وبعدين نفردهم في صينية مربعة بالشكل ده، ونسيبه بس نص ساعة في التلاجة الأول يتماسك، وبعدين هطلعه من الصينية. البلح اللي حطيته في الفريزر الأول بقطعه بقى اهو، بقى شكله جميل بالشكل ده، وطعمه لذيذ جدا وهيعجب الولاد قوي. وده النوع التاني. هساوي الحروف بس كده، وبعدين هقطعه بالطول بالشكل ده، وبعدين هقطعه بقى بالعرض، يبقى مربعات كده مقاسها معقول. وهبدأ أزينها. حطيت شوية في سمسم، وحطيت شوية في جوز هند. التزيين بقى دايما ده بتاعك يعني زي ما تحبي. وسيحت حبة شوكليت في حمام مية كده، ونزلت فيه شوية كمان، وحطيت عليها بندقية كده على الوش. دايما التزيين ده زي ما تحبي يعني. شايفة بقى شكله جميل قوي، وطبعا طعمه حلو جدا. هتحطيه بقى في علبة وتحطيه في التلاجة، هيقعد معاكي في التلاجة ممكن من 15 يوم لشهر، ما يجرالوش حاجة يعني. وبعدين ممكن تديه بقى للولاد في المدرسة، يديهم طاقة كده، وحاجات حلوة ولذيذة وصحية، وبألف هنا. ولو عجبك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.